في حالة من الذعر جبدوا أعوان الحرس الوطني أسلحتهم بعد سماع دوي إطلاق نار داخل مركز الأمن الوطني اللي يخدموا فيه. اتوجهوا للمكان اللي جاء منه الصوت، وكان مكتب رئيس مركز الأمن بتوزر السيد نبيل الحميدي. الحادثة هذه صارت الخميس 1 ماي 2025 بتوزر، بينما كان أعوان الأمن الوطني يزاولوا عملهم اليومي في المركز. فجأة سمعوا صوت إطلاق نار. الناس الكل تأهبت وجبدوا مسدساتهم وصاروا نحو مصدر الصوت اللي كان مكتب رئيس الحرس الوطني. وبمداهمة المكتب لقاوا رئيس المركز قاعد على كرسيه والدماء تسيل من رأسه، وبحذاه المسدس متاعه طيح على الأرض، وكان وحده في المكتب ولا توجد أي أثار لإمكانية تواجد شخص آخر في الغرفة معه أثناء الحادثة، مما يرجح أنها عملية انتحار. وحسب بعض المصادر فإنه في الأيام السابقة للحادثة لم تكن تظهر على الهالك نبيل الحميدي أي من آثار الاضطراب النفسي أو أي عوارض تدل على أنه عنده مشاكل نفسية. ويجدر القول أنه الهالك رئيس مركز الحرس الوطني بتوزر نبيل الحميدي أصيل منطقة الجيش ويتمتع بسمعة طيبة في المنطقة. وفي انتظار تفاصيل أخرى نترككم في أمان الله.